السلام عليكم. أنا عبد الرحمن أسامة، ودي الحلقة رقم 33 من بودكاست Product Strategy and Design. طيب، أنا النهاردة عايز أتكلم في موضوع يعني أنا الحمد لله علشان بروفن، وعلشان يعني الفترة اللي فاتت بالذات عشان بروفن كنت يعني بكونسلت أو بقابل product teams كتير، بحيث إن أنا أعرف النيدز عندهم إيه يعني كبوزيشنز وكده. فيعني كان عندي الفرصة ان انا اشوف برودكتس كتير من جوه، واعرف احوال برودكتس كتير، وايه نقط القوة والضعف، وايه الحاجات اللي معظم البرودكتس عندنا بالذات في مصر يعني كويسة فيها، وايه اللي مش كويسة فيها، والكلام ده كله. فلقيت نفسي بتسأل وبرد بنصيحة متكررة هي نفسها في كذا مكان. فقلت طيب اذا الموضوع كده يبقى انا بقى اقول ده في فيديو يعني. فكرة وضوح الاستراتيجي. يعني ايه وضوح الاستراتيجي؟ يعني انا النهاردة عايز اقول 5 نقط، لقيتني بقولهم زي ما قلت كده بشكل متكرر، 5 حاجات لو انا برودكت مانجر في مكان احط الحاجات دي قدامي. لو انا رايح اكونسلت او رايح اجوين برودكت تيم جديد، او همسك برودكت تيم، او برودكت ليد، او سي بي او كل الحاجات دي، او هكو فاوند از سي بي او وات ايفر، محتاج ان انا افهم ال5 حاجات دي او احط ال5 حاجات دي قدامي. ايه هما ال5 حاجات؟ اول حاجة، البرودكت فين دلوقتي؟ البرودكت ده دلوقتي وضعه ايه؟ والموضوع ده يبدو ان هو حاجة بسيطة، يعني والله احنا في مرحلة الماركت فيت، والله احنا في مرحلة مش عارف الايديشن كذا كذا. لا، انت محتاج تفهم بالبرودكت بالتفصيل ايه، يعني واصل لايه حاليا، من ناحية هو وصل لايه كبناء البرودكت نفسه، كديفلوبمنت وكديزاين وككده. واصل لايه من ناحية اليوزرز، عليه ريتنشن، عليه يعني يوزرز، عدد سبسكريبشنز، عدد كذا عدد كذا. واصل قد ايه من ناحية البيزنس والريفينيو ستريمز. فانا محتاج اعرف وموضوع بقى ماركت فيت او مش ماركت فيت ده طبعا من اكتر الحاجات، احنا عاملين حلقة كاملة عن الماركت فيت. يعني للاسف في ناس كتير اللي هو ايه، احنا واصلين ماركت فيت، بس انت لو دعبست كده شوية هتلاقي مفيش ماركت فيت ولا حاجة. فاللي لاحظته ان فاوندرز كتير بتبقى يعني حابة انها تدعي انها وصلت او حققت حاجات هي لسه ما حققتش. وانا مع ده واتفهم ده للبابليك، يعني والله في الدعاية وفي البودكاستات وفي الكلام اللطيف ده كله، احنا جامدين جدا ماشي. انا ما يعني نوع من انواع التسويق بشكل، يعني انا مش معاه قوي، بس يعني اتفهم ده يعني. لكن جوه بقى في your own product مع your own team لازم تبقى صريح. فانا بدأت اقول الكلمة دي برضو، لقيتني بقولها بشكل متكرر من غير ما اقصد لاي حد، ان اهم فاليو انت ككونسلتنت او كبرودكت مانجر بتقدمها في اي برودكت تيم هو ان انت تبقى صريح معاهم. والله انا شايف ان احنا وضعنا مش احسن حاجة في الموضوع ده. وغالبا المشكله، عارفين زمان كانوا يقول لك دونت ماري يور ايديا، يعني غالبا الفاوندر او برودكت مانجر اشتغل على حاجه مده طويله بيبقى بايظت ان هو يشوفها ناجحه او يشوفها محققه. فدي كارثه بقى كبيره جدا. يعني الواحد بقى شاف تبعات ده، ان انا دلوقتي انت شايف ان البروجكت بتاعك عظيم ومحقق ومحقق وكذا وكذا طيب دلوقتي ماشي، فلنفرض ان انت صح. طب انت الخطوه بقى، النقطه رقم 2، انت عايز البروجكت بتاعك يروح فين بقى؟ يعني انت البروجكت دلوقتي اوريدي عظيم، دلوقتي عايزه يروح فين بعد كده؟ لا والله ده انا عايزه بقى يوصل كذا، ونوصل يوزرز قد كذا، ونوصل ريتنشن ريت قد كذا، ونوصل. طيب ما هو انت عشان توصل دي لازم الاول تحقق البوينت اللي انت فيها اصلا، اللي انت بقى مش فيها، يعني اللي انت بتدعي ان انت فيها. فبيبقى في مشكله في البرودكت، ان احنا يعني لو انا مش باكنولج ومش بعترف بالمشاكل اللي عندي مش بعرف احلها. ولو جه اي حد يشتغل عليها بتبقى يعني كحد بروجكت مانجر مثلا عندك، وانت كفاوندر مثلا او سي او وات ايفر، بتقوم قايل له انت ليه بتعمل ده؟ ما ده كويس. فاهمين ازاي المشكله جايه منين؟ فانا شفت ده في كذا حته في الفتره الاخيره. اول حاجه، تعترف بالبرودكت فين دلوقتي بالحقيقه، بالصراحه. ولو انت رايح تنصح توري الناس اعلى فاليو تعملها، انك توري الناس ان لا، انتوا البروجكت بتاعكم في الوضع الحالي او في الظروف الحاليه.
يعني ممكن مش احسن حاجة، بس ده يعني ده مع ده كويس برضو، ده يعني يعني بشكل دبلوماسي، بس في الاخر لازم يشوفوا الحاجة على وضعها الطبيعي عشان يعرفوا، زي المريض كده لما يقولوا نص العلاج التشخيص، يعني لازم تبقى عارف ايه المشاكل اللي عندك ومعترف بيها. فدي اول خطوة ان الحاجات دي تتعالج. لكن انت لو فضلت مش معترف بيها، فانا لو رحت ازور الناس دي السنة اللي جاية والسنة اللي بعدها هلاقيهم لسه عندهم نفس المشاكل، لان هو ما اعترفش بيها عشان يحلها اصلا. فدي رقم واحد، فين البرودكت دلوقتي. رقم اتنين، عايزه يروح فين. يعني احنا دلوقتي هنا عايزين نروح هنا، عايزه نروح فين، دي بقى تريكي قوي. دي بقى ليها علاقه بالبرودكت فيجن، وليها علاقه بالبرودكت استراتيجي، واللي يعني بتتحدد على اساس الباترنز رايحه فين، والفيوتشر شكله عامل ازاي، والسكيب بتاع الكومبيتيتورز عامل ازاي. وطبعا في اوقات الديسربشنز زي اللي احنا فيها دي، مع ديسربشن زي ديسربشن الاي اي، بيبقى الموضوع فيج وفي امبيجوتي بشكل كبير. فانت محتاج قدرة توقع اكبر من العادي عشان تقدر تشوف فين الاريا اللي ممكن يبقى فيها ماركت فيت. فيا اما انت داخل على تيم او التيم بتاعك اوريدي عارف هو عايز يروح فين، يا اما انت هتساعدهم في ان هم يحددوا هم عايزين يروحوا فين. لكن في الاخر ده لازم يبقى متحدد، سواء انت اوريدي يعني اوريدي هو انت داخل على ناس عندهم رؤية واضحة وعارفين، او ان انت هتساعد في ده ان هم يعرفوا البتاع ده احنا عايزينه فين، عايزين يوصل فين. فانت النهارده مثلا بتلانش ام في بي، طب انا عايز الام في بي ده مثلا يبقى عليه مثلا 20 سبسكريبشن مثلا، او عليه مثلا $1000 paid transactions او whatever. ودي رقم 3 الكي بي اي بتاعت رقم 2. انا عايز اوصل هنا، هميجر ده ازاي؟ فانا عايز اوصل للنقطة دي او احقق النجاح الفلاني ده او الكي بي اي الفلاني ده، فايه الميجرمنت بتاع ده؟ ازاي، ايه احسن حاجة اقيس بيها ان احنا وصلنا هنا؟ فدي نقطة مهمة جدا. وبرضو الناس بتاندر استيميت، ما انا عارف الكي بي اي كونفرجن ريت، مش عارف ترانزاكشنز بير، مش عارف ايه مش عارف ايه، كام كلمة. انا عامل حلقة كاملة عن الكي بي ايز، ممكن تبقوا تشوفوها، الكي بي ايز المختلفة. لا، انت المفروض تقعد فعلا وتفهم انهي كي بي ايز اللي تعرف تقيس ده بشكل دقيق، وانهي كي بي ايز انت هتعرف اصلا تقيسها، وانهي كي بي ايز اللي هترفلكت ان احنا وصلنا فعلا للمرحلة دي. مش مسألة ان هي انت حققت ارقام بس ده انت لسه برضو مش هي دي الارقام الحقيقية. فدي النقطة رقم 3. النقطة رقم 4 و5 بقى يعني تحصيل حصل شوية. النقطة رقم 4 اللي هي في انهي تايم فريم، يعني انا عايز اوصل من نقطة A لنقطة B اللي هقيسها بالكي بي ايز الفلانية اللي هي نقطة 3 في الوقت الفلاني. انا عاوز اوصل من A ل B مثلا في شهر، في شهرين، في 6 شهور، في سنة. رقم 5 بالريسورسز الفلانية، يعني انت كسي بي او كبرودكت ليد معاك مثلا. انا احب كده مثلا، انا دلوقتي بحاول انكارج حاجه اسمها فراكشنال رولز. فانا يعني شغال فراكشنال سي بي او في كام مكان كده. وعندي يعني ان انا يعني ببص يعني على ناس تانية انها ممكن اشتغل معاها. فاول حاجه بسالهم البرودكت دلوقتي فين، زي ما قلنا كده، وعايزه يوصل فين في وقت قد ايه، ببادجت قد ايه، او مش ببادجت سوري، بريسورسز قد ايه. يعني ايه ريسورسز؟ يعني انا هاجي النهارده از سي بي او مثلا، او از فراكشنال سي بي او، خلينا نقول انا معايا كام ديزاينر، معايا كام ديفلوبر. السي تي او دماغه مع يعني مدي وقت للبرودكت اللي انا شغال عليه. لو يعني ده احد البرودكت، لو في كذا برودكت مديله نسبة من وقته قد ايه. لو في سبجكت ماتر اكسبرت موجود، فليكن الفاوندر مثلا، مديني وقت وتركيز قد ايه، وهكذا. فطبعا بقى ايه غير بقى لو في بادجت يعني حاجات تانية. ففي الاخر دول ال5 حاجات اللي تسألهم لأي حد انت عايز تشاركه، عايز تجوين التيم بتاعه، عايز تنصحه تكونسلته. ال5 حاجات دول نقولهم تاني بسرعة: البرودكت فين، البرودكت رايح فين، هنقيس ده ازاي كي بي ايز، في انهي تايم فريم، بانهي ريسورسز. 5 حاجات تبقى واضحة
اديني يا عم، انا لو انا اعتبرت نفسي يعني سي بي او ناجح، اديني فين البرودكت وعايزه يبقى فين وفي وقت قد ايه وكي بي ايز تتحقق وريسورسز، اديني ده. وانا يا اما اقول لك لا ده مش قابل للتنفيذ، يا اما لو قلت لك خلاص يبقى انا المفروض ان انا في الوقت ده هحقق الكي بي ايز دي لو اديتني الريسورسز دي. فهمتوا المعادله اللي انا بتكلم فيها؟ فده مورورلس حاجه لقيتني بكررها كتير، وحاجه كده اتبلورت في دماغي، فحبيت ان انا يعني اقولها لعلها تكون حاجه نافعه يعني لحد شغال في المجال ده. ودي طبعا ليها علاقه بشكل كبير جدا بجانب البرودكت استراتيجي، لان احنا قلنا ان البرودكت لو الحلقه اظن اللي فاتت او اللي قبلها كانت ازاي تدخل مجال البرودكت او كده، فكنا بنتكلم عن ان البرودكت نصه كلام نظري وازاي تعمل رود ماب وازاي تبريوترايز وازاي تكتب يوزر ستوري، ونصه ديسيجن ميكنج واستراتيجي وكده. والناس اللي في ايرلي ستيجز وفي اكسبلوريشن ستيجز وفي مراحل زي كده ولسه ما قبل الام في بي او لسه في مرحله الماركت فيت، اللي المرحله اللي انا بحبها اكتر او يعني بشتغل فيها اكتر. اللي في المرحله دي الجانب الاستراتيجي اهم واقوى ومطلوب اكتر من الجانب التاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.